حادثة بشعة ومؤلمة هزت قلوب كل المصريين. تعرضت سيدة لوقعة مؤلمة جدا في إحدى مراكز الأشعة وأودت بحياتها أثناء ما كانت بتعمل فحوصات طبية في مركز مشهور جدا في المعادي بالقاهرة. السيدة شيماء عويس توجهت لمركز الأشعة لعمل فحوصات طبية وبالتحديد أشعة بالصبغة على عنق الرحم عشان تقدر تحمل مرة تانية. توجهت شيماء عويس إلى المركز لعمل الأشعة وكان معاها أختها وبنتها اللي عندها 10 سنين، وللأسف انفجر فيها جهاز الأشعة، واتفاجئت أختها إن كل الدكاترة والممرضين جريوا من جوه المكان وسابوها جوه الجهاز، وحاولت أختها تدخل تنقذها ولكنها ما قدرتش. شقيق الضحية صرح لصحف محلية وقال إن العاملين بالمركز حاولوا يسيطروا على الحريق واستعانوا بطفايات حريق من السوبر ماركت اللي تحت المركز، وبعد السيطرة على الحريق تم نقل شيماء عويس إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكنها فرقت الحياة بعد 5 أيام من العلاج. وأكد كمان شقيق الضحية شيماء قال إن مركز الأشعة عرض على الأسرة مبلغ كبير جدا وضخم مقابل إنهم يتنازلوا عن المحضر، ولكنه رفض بشكل قاطع وأكد إنه هياخد حق أخته بالقانون. وخليني أقول لكم إن شيماء عويس محامية وعندها 34 سنة وعندها بنتين 6 سنين و10 سنين. يا ريت كلنا ندعي لها بالرحمة والمغفرة.